انا دلوقتي في مطار اسطنبول وعندي تقريبا 7 ساعات. تعالوا اوريكم ممكن تعملوا ايه في مطار اسطنبول لمده 7 ساعات. وعايزه اقول لكم ان دول مده عاديه جدا تقضوها في مطار اسطنبول. مطار اسطنبول ممكن تعملوا فيه 30 40 حاجه، وممكن تقعدوا فيه 4 ايام من غير ما تحسوا باي حاجه. مطار كبير جدا. تعالوا اوريكم ممكن نعمل ايه في مطار اسطنبول. دي سلسله فيديوهات عايزه اعملها لكم جديد، تعملوا ايه في كل مطار. كل ما اروح مطار اقول لكم ممكن تعملوا فيه ايه والاماكن واسمائها، عشان لما تيجوا تعرفوا تروحوا فين وتعملوا ايه. مبدئيا كده لو انتوا في مطار اسطنبول ونازلين ترانزيت، اوعوا تاخدوا ترانزيت اقل من 4 ساعات على الاقل. اقل من 4 ساعات في ترانزيت مش هتلحقوا تنزلوا من الطياره الاولى للطياره الثانيه، والجيتس بتاخدوا وقت طويل قوي، ممكن تقعدوا تقريبا 40 دقيقه عشان توصلوا للجيت. ولو انتوا جايين بقى هتطيروا من اسطنبول، يعني تاخدوا الطياره من اسطنبول، اقل حاجه 3 ساعات. يا جماعه ده اكتر مطار الناس بتفوت فيه طياراتها، كتر ما هو كبير جدا وزحمه جدا، تحسوا ان انتوا عايزين تعملوا حاجات كتير قوي فيه فبتنسوا الطياره. اول حاجه هتعملوا الواي فاي بتاعكم، ده رقم واحد اول ما تدخلوا المطار. وبعد كده هتروحوا تشوفوا الجيت بتاعتكم فين، وتتاكدوا من مكانها كويس جدا قبل ما تتحركوا لاي مكان، وتشوفوا هي تبعد قد ايه عن اي حاجه انتوا عايزين تروحوها. اول حاجه يا جماعه، اول حاجه تعملها تاخد الواي فاي. كيوسك بيبقى موجود، اكشاك كده، تحط فيها رقم التيكت بتاعتك، تاخد الواي فاي، تعمل سكان للباسبور وبتاخد الواي فاي. تخيلوا ده جزء صغير جدا 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 من المطار، جزء يعني لا يمثل 10%. مبدئيا الديوتي فري في مطار اسطنبول ممكن تاخد لوحدها منك تقريبا 7 ساعات. البازار ده بقى مليان كل الحلويات التركيه، لو عايز تجيب لاهلك او اصحابك، نسيت تعمل شوبينج، بقلاوه ومكسرات وكل الحاجات التركيه موجوده في المكان ده، اسمه اولد بازار. وده لوحده بقى ممكن ياخد منك ساعه ولا حاجه. بصوا اشكال البقلاوه بكل انواعها، ده واحد من اشهر الاماكن اللي بتعمل بقلاوه، وده اسمها. تاني حاجه بقى ان انتوا تطلعوا اللاونج، ولو انتوا بزنس او معاكم البرنامج بتاع مايلز اند سمايلز تقدروا تطلعوا اللاونج، وفي لاونج تانية كتير، فتعالوا نتفرج على اللاونج بقى. المكان ده بقى ممكن تجربوا فيه ان انتوا تطيروا، تقعدوا هنا وتجربوا ان انتوا تطيروا وتختاروا المكان اللي انتوا عايزين تروحوه، فتحسوا ان انتوا طرتوا بالظبط للديستنيشن دي. بصراحه تجربه رائعه، انا جربتها، هحط لكم صورها. بصوا مثلا هتختاروا اسطنبول ماردين كابيدوكيا، بعشق السلطات بتاعتهم، نص السلطات. طبعا الاكل التركي والسلطات التركيه حاجه يعني بصراحه منتهى اللي تفتح النفس. بقى بيعملوا البيكرز، احلى بيكرز بقى، بتبقى فريش، تاخدوها من هنا كده. المشروبات بقى بتاعتهم انتوا تقدروا طبعا تشربوا اي حاجه انتوا عايزينها باي كميه. بصوا دي الانواع، انا بصراحه ما اعرفش، انا على طول باخد سباركلينج ووتر دي، كازوزه اللي هي الكولا، وده ليمون برتقال. طبعا ده اهم حاجه الايران، بجد عمري ما كنت بشربه الا لما جيت تركيا وبقيت بعشقه، بس بحبه في تركيا، بس مفيش حد بيعمله حلو زي تركيا. راح اخد اهم حاجه في تركيا، مجم شوربه العدس، يعني ما ينفعش شوربه العدس، ده جزء اساسي، اهم حاجه شوربه العدس. بروتين بقى، ناخد بروتين. بصوا يا جماعه، دي اسمها المانتي، دي حاجه تركيه شعبيه مشهوره جدا، اسمها المانتي، وده شكلها. تعالوا نجربها، نقعد نجرب اكل الصبح ده بالشوربه. نجرب المانتي، المانتي. تحفه. طعمه تحفه، ده شبه السمبوسك او الدمبلينج. البروتين بقى. كلنا نحلي بقى، فتعالوا نشوف ايه الحلويات اللي موجوده، الحاجات الحلوه التركيه. في كيكس بقى كل الانواع، ودي كيكس بالكراميل ستروبري، واكيد اكيد بقلاوه، ده اساسي. كل دي حاجات تركيه. وهنا بقى كل الحلويات التركيه،
يعني اول الكيك دي، ودول حاجات تركي. نجيب قهوه بقى عشان نفوق. جبنا القهوه، شويه حاجات. ان انتوا تاكلوا الهدوم بتاعتكم لو اتكسرت او عندكم رحله طويله وهدومكم اتبهدلت. هنلف كلك ان شاء الله. احنا كده كلنا وحلينا، فندخل بقى نلف في الموتور ونشوف بقيه الحاجات اللي هنعملها. تعالوا نشوف بقى باقي الموتور فيه ايه وممكن نعمل ايه في ال5 ساعات دول. بس تتخيلوا ان دي مثلا جيت واحده من دي 1 لدي 17، كل ده يعني شو تقريبا ساعه عشان توصلوا للجيت ده. جيت واحده بس. دلوقتي لو انت هتقعد مده طويله، تعالوا نشوف السليب ويل. وانتوا عندكم ساعات طويله فعايزين تناموا او مكان تناموا فيه، كبسولز تقدروا تناموا فيها. ده شكلها. هنا بتقدروا تحطوا الشنط بتاعتكم، هنا تسيبوا الشوز بتاعتكم، في شاحن. وده شكلها من هنا. بصراحه اختراع. بعد ما تصحوا من النوم عندكم المكان ده عشان تغيروا هدومكم فيه. ده شكلها بقى بعد ما تقفلوا عليكم. ممكن تناموا 4 5 6 7 8 10 ساعات مش هتحسوا بحاجه. ولو عندكم شغل تقدروا تيجوا هنا وتعملوا رنت للبوت دي وتخلصوا فيها كل شغلكم. اسمها بيزنس بوت. ده شكلها عشان تقعدوا تخلصوا كل شغلكم بروقان. ولو معاكم اطفال ففي مكان كبير قوي للاطفال وللالعاب. ممكن تقضوا بجد يومين ما تحسش بيهم في المطار ده. يعني احنا ماشيين بس جيت واحده من دي 1 لدي 17، كل ده. في كمان اوتيل جوه مطار اسطنبول. الاوتيل ده تقدروا تقعدوا فيه وتباتوا فيه لتاني يوم. انتوا عندكم ترانزيت يومين، مش عايزين تخرجوا بره المطار. بصراحه المطار مسلي جدا، في كل حاجه ممكن تحتاجوها، تعملوا شوبينج، تشوفوا كل البراندز. وكمان ان انتوا لو عايزين تشتروا حاجه، الاسعار هنا برضو اكيد بتكون ارخص من بره عشان بيكون عندكم التاكسي فري بالبوردنج باس بتاعكم. المطار نظيف جدا، وكل حاجه ممكن تتخيلوها على بالكم موجوده في مطار اسطنبول. شوبينج، تناموا.